اسمح لي شعبي العزيز على انني غادي نقول لك واحد المثل عامي شويه دارج، ولكن تيمثل بالضبط اشنو كاين. تقول العامه اللي بغى سيدي علي بوغالم تيبغي بقلاشو. حنا بغينا الصحراء، ولكن خصنا نعرفوا متاعبها ومشاكلها. في عام 1976 كان للمغرب اقتصادا مزدهرا، وكانت عائدات الفوسفات إحدى ثروات البلاد الرئيسية. وعلاوة على ذلك فإن المسيرة الخضراء كحدث ساهمت إلى حد ما في نسيان المحاولتين الانقلابيتين، وكل شيء كان يسير نحو الأفضل. إلا أن الوضع يتحول إلى كابوس عندما تنضم مجموعة من الطلاب المغاربة الشباب إلى مجموعة من ضباط الصف الفارين معظمهم من الجيش الإسباني، وإلى مجموعة ثانية من الرعاة. هذا حالهم بالضبط، وأنا لم آتي بشيء من عندي، فهذه هي الوظيفة الوحيدة التي يمكنهم ممارستها، أي الرعي. بدأت هذه المجموعات أي الطلاب وضباط الصف والرعاة، والتي دخلت في حرب ضد الجيش المغربي. وقد تأسست هذه الجبهة أي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب البوليساريو في 20 ماي 1973، وقد تشكلت من مجموعات الشباب الآنف ذكرها. وفي 27 فبراير 1976 أعلن عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الأراضي التي تبسط عليها سيطرتها بعد رحيل القوات الإسبانية. وقد باشرت جبهة البوليساريو في شن هجومات عسكرية ضد القوات المسلحة الملكية، وتحولت بسرعة مذهلة عصابات الفارين والطلاب المفلسين والرعاة البائسين تحولوا إلى محاربين متميزين ومتمرسين. بعد عامين فقط أظهروا قدرة عجيبة على استخدام أسلحة متطورة مضادة للطائرات كسام 7 وحتى سام 6، وأسقطوا طائرة نقل هرقل سي 130 والعديد من مقاتلات F5 وثلاث طائرات ميراج. هكذا عرف الكوموندون المحجوب الطوبجي البوليساريو في كتابه ضباط صاحب الجلالة الفصل الرابع تحت عنوان كبير حربي في الصحراء. تأسست هذه الجبهة بمبادرة من شباب من أصول صحراوية كانوا كيتابعوا الدراسة ديالهم بجامعة محمد الخامس بالرباط. أبرزهم الوالي مصطفى السيد محمد عبد العزيز وولد الشيخ بيد الله. كان عندهم فكر يساري اشتراكي لقوا دعم من ليبيا القذافي والجزائر، واللي سمحت لهم بإقامة مخيمات داخل ولاية تندوف جنوبا. كانوا مكونين كما قلنا من الطلبة والرعاة البائسين كما قال المحجوب الطوبجي، وكيقصد هنا أبناء الطوارق الرحل من أصول موريتانية، وضباط صف من جيش التحرير بتأطير من خبراء في حرب العصابات بالفيتنام وفيديل كاسترو وميليشيات كوبا وتلامذة الجنرال جوزيف بروز تيتو اليوغوسلافي الأصل، رئيس المقاومة اليوغوسلافية ضد الاحتلال النازي وزعيم الحزب الشيوعي سنة 1943 ورئيس الدولة وقائد الجيش سنة 1963،
توفي سنة 1980 وترك وراءه جيشا متمردا وخبيرا في حرب العصابات. هاد الناس بالإضافة للكوبيين هم اللي جاو لدعم البوليزاريو، بالإضافة لسوريا والجزائر، بالإضافة إلى الجنرال جياب رئيس الحزب الشيوعي بالفيتنام وخبير حرب العصابات. فالقوات المسلحة الملكية يا سادة ما كانش كتحارب مع البوليزاريو، بل كان هناك جيش جرار مكون من ميليشيات متعددة الأجناس ومدربة تدريبا جيدا على حرب الخديعة والغدر. القوات المسلحة الملكية كانت كتحارب ناس ما عندهمش علاقة بالقضية، ولا هم صحراويين ولا عرب ولا مسلمين أصلا. والدليل على هذا هو أن بعد كل معركة كانوا الجنود كيأسروا بعض المرتزقة اللي كانوا كيمدوهم بالمعلومات حول هجومات البوليزاريو والعدد ديالهم، وفي بعض الأحيان الضحايا اللي كانوا كيخليوهم المرتزقة وراءهم أو الجرحى. من كانوا بعض الجنود كيقلبوهم كيلقاو أنهم ما مختنينش، وأغلبهم من كوبا أو الفيتنام. في بادئ الأمر ما كانتش هناك مواجهة مباشرة، اقتصر الأمر على هجومات خاطفة بالليل وخصوصا في الفجر على الحاميات المتفرقة. وكان الغرض من هذه الهجومات ديال المرتزقة هو جس النبض ويعرفوا كيفاش القوات المسلحة الملكية غترد على هذه الهجومات ونوعية الأسلحة اللي عندها. في هذا الوقت اللي هو 1976 بوليزاريو ما كانتش مستعدة للمواجهات أو الحرب، كانت يلاه كتكون، والأسلحة اللي عندها كتقتصر على أسلحة الكلاشينكوف وأسلحة شبه ثقيلة كتكون محمولة على الجيبات بحال الموادر 81 ملم والأوب 10 ملم اللي المدى ديالها ما كانش كيفوت 3 الكيلومترات. أول هجوم غيديرو كان في سبتمبر 1976 في رمضان. من مورا المغرب ضربوا ضربة خاطفة خلاو قتيل وهربوا. الطريقة ديال الهجوم أنهم كانوا كينزلوا واحد 500 أو 600 من الرجالة أو المترجلين أو المشاة كيمشيو على رجليهم في جحر الظلام حتى كيقربوا من الحامية العسكرية كيلومتر أو كيلومترين. يقوموا بإطلاق الرصاص نحو الحامية قبل ما تجي الفرقة المتحركة ديالهم اللي على متن الجيبات وكتكمل عملية القصف بالأسلحة اللي ذكرناها شبه ثقيلة، وكيحملوا المشاة ديالهم أو الرجالة وكيرجعوا هروبا إلى تندوف. 1977 و 1978 كانت مجموعة من ميليشيات البوليزاريو كتدرب في كوبا والجزائر على أسلحة جديدة واللي كانوا يلاه غيدخلوها للميدان، وأغلبيتها أسلحة روسية متطورة بحال رشاشات 23 24 ملم ورشاش روسي مضاد للطائرات يتم تركيبه على الشاحنات أو هياكل الدبابات PMP أو T-34 و T-55 لا يزال تحت الخدمة قيد الإنتاج في العديد من الدول بحال فيتنام والهند والجزائر سوريا وإيران. دبابات PMP و T-55 هي الدب الروسي المدرع وكانت متطورة في ديك الوقيته. مدافع الكاتيوشا وهي نوع من المدفعية الصاروخية والتي استعملها الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية. والRPG وهو قاذف صاروخي عديم الارتداد يحمل على الكتف ويستعمل ضد الآليات والمدرعات الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى قذائف الهاون وهو سلاح مدفعي سهل الاستعمال ذو قصبة حديدية ملتصقة بسطح السندان يوضع على الأرض أو فوق العربات، وله قذيفة رأسها صغير واللي كانت عند البوليزاريو كانت من نوع مونتاريوم 60 ملم واللي ما كانش كيفوت المدى ديالها 450 حتى 1000 متر. علاش كان عدد الأسرى المغاربة كبير في ديك الوقيته؟ هادشي ما راجعش لتفوق عسكري بل راجع لعملية خسيسة وحقيرة. أولا الاختطاف، اختطاف المدنيين، اعتراض السائقين ديال الشاحنات والحافلات واختطافهم إلى تندوف، واختطاف الرعاة أو الناس اللي كانوا كيعيشوا رحل في الصحراء.
واختطاف ايضا الناس ديال الصيد البحري. بوليزاريو كانوا كيدخلوا بالزودياكات للمحيط الاطلسي، كانوا كيعترضوا قوارب الصيد وكيختطفوا الصياده. كانوا ايضا كيختطفوا الصياده اللي في المراكب واللي عندهم داك الشالوتي او هذيك الزلاقه كيضرب فيها الزودياك، وكيدخلوا داخل المركب وكيحتاجوا الطاقم باكمله. اما بالنسبه للعسكريين فهم كما قلنا كانوا كيهاجموا الحاميات العسكريه البعيده والمتفرقه، كيضربوا الضربه ديالهم الخاطفه وكيخطفوا اللي قدوا عليه وكيختفيوا في جنح الظلام. ونقطه القوه ديالهم الا بغينا نقولوا وهي الهروب، اي انهم كانوا كيدخلوا للتراب الوطني كيختطفوا الناس عسكريين او مدنيين او رحل او ناس ديال الصيد البحري وكيهربوا للتراب الجزائري. مستحيل انك تتبعهم وتطيح في خطأ استراتيجي، وهذا الخطأ الاستراتيجي هو اللي تفاداه المغرب في بناء الجدار الرملي او الجدار الامني. ما تبناش على الحدود بل خلى واحد المساحة شاسعة وعازلة، واللي بوليزاريو بالغباء ديالها كتعتبرها انها مناطق محررة، وما هي في الاصل الا مصيدة لهم، او اذا صح التعبير مقبرة لهم. هاد الأسرى كاملين كما قلنا رعاة وناس مدنيين وناس ديال الصيد البحري بالإضافة للعسكريين. هادو كاملين كانت كتجمعهم بوليزاريو ملي كتجي الصحافة الدولية وكتلبسهم تري على أساس أنهم جنود مغاربة تشدوا كأسرى في المعارك. دارت معارك طاحنة بين القوات المسلحة الملكية وفلول بوليزاريو والناس اللي معاه. هو في الحقيقة بوليزاريو كانت مجرد واجهة أو كتقوم بحرب بالنيابة، موراها ناس مدعمينها بالسلاح والعتاد وبالرجال من مختلف الجنسيات، من حركة مطالبة بإجلاء المستعمر الإسباني من ساقية الحمراء ووادي الذهب إلى جبهة انفصالية تطالب بالاستقلال وكتحشد الدعم لإعطاء شرعية لمطالبها المزعومة بمساندة الدول للأسف شقيقة وأخرى لا علاقة لها بالموضوع. سنة 1980 بداية بناء الجدار الأمني بدات البوليزاريو كتاخد استراتيجية تخريب، وهاجمت العمال وفرق الهندسة. دازت القوات المسلحة الملكية من مواقف صعبة، لكن في الأخير دائما كتسيطر على الموقف. بعد انتهاء بناية الجدار الرملي تشلات الحركة ديال البوليزاريو تماما وخلاتهم دائما في مرمى النيران والألغام. طول الجدار المجهز حاليا بكاميرات ورادارات وأنظمة دفاع متطورة للغاية. في الحلقة القادمة إن شاء الله أحداث مشوقة في حصار الزاق من كتاب رصاص في الصحراء. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. لم تكن الصحراء أرضا مواتا، بمعنى لما مشات اسبانيا ما لقاتش أمامها الفراغ، ثم أجابت أخيرا محكمة العدل على السؤال التالي: